اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وسعاده وهنا. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه رمضان، النهارده طلب مني الكنافه اكتر من مره. هي بتنشف مننا، ازاي نعملها وتطلع مظبوطه معانا؟ قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا. اول حاجه يا بنات، معايا هنا كوبايتين سكر، عليهم كوبايه ونص ميه زي ما انتم شايفين كده. وطبعا حطيت لا كيس فانيليا لا معلقه صغيره فانيليا، او نص معلقه من الكبيره فانيليا. تمام. حطيت نص عصره ليمونه. ومش هحط العسل الكلوكوز او السكر كلوكوز او العسل الابيض مش دلوقتي. طبعا لو انت عندك عسل ابيض مش هتحطي العسل الابيض خالص دلوقتي الا لما الشربات بتاعك يغلي خالص ويستوي معاكي ال10 دقايق دمت، وبعدين تحطي العسل الابيض. ده سكر جلوكوز اهوت. طبعا لازم أنا اسيحه على النار كده زي ما انتم شايفين. حطيت معلقه كبيره اهوت عسل جلوكوز، بيخلي العسل بتاعي تقيل وجميل للكنافه. خلاص كده يا بنات، اول ما يغلي معانا ويفك العسل الجلوكوز من المعلقه لانه هو بيبقى ماسك، خلاص بتهدي النار خالص عليه 5 دقايق لغايه ما يتماسك مع بعضه. وخلاص على كده، وتدفع عليه. طبعا شربات الكنافه بيبقى تقيل وبارد. تمام. معايا هنا بقى نص كيلو كنافه اهو زي ما انتم شايفينه. طبعا انا حاطاه في الفريزر، جايباه من يومين وحاطاه في الفريزر. لو انت لسه جايباها حطيها 3 4 ساعات في الفريزر وبعدين اشتغلي فيها. زي ما انتم شايفين كده بتتفكك معايا بكل سهوله اهيت. طبعا انا عايزاها عامله خالص، ما فيهاش اي تكتلات. عايزاها سايبه كده زي ما انتم شايفين. بقعد افركها لما تضربها بالكبه بتاعتك. تمام كده. دي تاني خطوه هي بنات. خلاص كده جبت الصينيه بتاعتي اهيت، وعصتها سمنه. معايا كوبايه سمنه ديت هعملها كلها، هسيحها كلها على النار. لازم السمنه تكون سايحه جدا، ما ينفعش تكون متماسكه، لازم تكون سايحه يا بنات. دي تاني خطوه. حطيت اهوت في الصينيه بتاعتي اهوت شويه سمنه. يعني شويه حلوين كده، مش يا دوبك بلحسها، لا هي شويه حلوين كده سمنه. وتروحي حاطه نص مقدار الكنافه عليه زي ما انت شايفه كده. بتجيبي صينيه اصغر شويه وتروحي تقعدي تكبسي فيها لغايه ما تبقى كتله واحده. يعني ما تبقاش هايشه معاكي، تبقى كتله واحده حته واحده كده زي ما انتوا شايفينها كده. انا ما حطيتش حاجه لسه لغايه دلوقتي. تمام. خلاص كده بقى بجيب اهوت نص كمية الكوباية اللي احنا عملناها سيحناها، كوباية السمنة او الزبدة او زيت على سمنة. لازم أن يكون سمنة موجودة فيها، سمنة نباتية سمنة فلاحي اللي عندك حطيه. بتجيبي نص الكمية بتاعتها وتروحي نازلة عليها كده بالكنافة. لازم أن تسقيها كلها كده بالسمنة بتاعتك. تمام. بتحطي بقى مكسرات، تحطي قشطة، تحطي اللي تحطيه. المهم هي دي نفس يعني اي صينية كنافة بتتعمل كده بالشكل ده. بتحطي نص وبعدين تحطي نص كمية السمنة، وتحطي المكسرات بتاعتك، اي نوع مكسرات انت حباه او اي قشطة الحشوة بتاعتك ايا كان. بس انا هعملها ساده النوبادي زي اللي بره بالظبط. وبعدين تحطي النص التاني من الكنافه. انا حطيت اهو، نزلت النص التاني من الكنافه زي ما انتم شايفين اهو اللي في البوله. وانزل عليها قبل ما تحطي السمنه تنزلي عليها بالصينيه كده زي ما انت شايفه، تكبسيها خالص. دي خطوه لازم تعمليها يا بنات. لازم السمنه بتاعتك تكون سايحه، لازم تكون سايحه. لو مسكت في بعضها اعمليها تاني على النار. سيحيها وخليها تهدى شويه وبعدين تنزليها كده على الصينيه زي ما انت شايف بعد ما تكبسيها جامد يا بنات. تمام. طبعا في الحاله دي بتبقي مشغله الفرن بقى وانت بتعملي اخر خطوه كده. تبقي مشغله الفرن يا دوبك 5 دقايق على ما انت تحضري الصينيه بتاعتك يكون هو سخن. خلاص كده نزلنا اهوت السمنه زي ما انتم شايفين اهوت. بحاول اسقيها كلها السمنه. اهم حاجه الاطراف كمان لازم تسقيها من الاطراف سمنه كويس عشان تطلع الحته بحتتها. شايفينها بلف الصينيه بتاعتي لازم كلها تتسقي سمنه. وبعد ما تسقيها زي ما انت شايفه بتجيبي المعلقه بتاعتك وتقعدي تسويها بيها. يعني خلي السمنه تكون في الجوانب في النص وفي كله. تبقى مغرقه الصينيه بتاعتك زي ما انت شايفه كده. انا جبت نص الكوبايه التانية.
تمام. حطيتها على درجة حرارة 200 في الرف التحتاني خالص. اول ما تاخد لون من تحت وتحس ان الجوانب احمرت بتطلعها على فوق. تمام. تاخد وش من فوق بسيط، وبعدين تقلبيها على صينية اكبر شوية، على صينية اكبر يا بنات، وبعدين تقلبيها على الصينية اللي كانت فيها تاني، تاخد وش من فوق وخلاص على كده. يعني يبقى اللي فوق تحت واللي تحت فوق. تمام. خلاص كده. شايفين طالعة زي العسل معايا ازاي؟ تحفة. قعدت معايا بالظبط تلت ساعة. شايفين الجمال؟ جميلة جدا 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 جدا. تحفة وطعمها حكاية يا بنات. حتة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الشربات بتاعي تقيل اهوت زي ما انتوا شايفين. لازم يكون تقيل معاكم، لازم يكون تقيل. لو ما كانش تقيل الكنافة بتاعتك مش هتبقى متماسكة، تبقى طرية. والشربات يكون بارد. تمام يا بنات. احنا كل حاجة بنقولها هيت في الفيديو توضيح كامل اهو. قومي اعمليها بقى، هتلاقي احلى صينية كنافة ممكن تعمليها. طعمها حكاية يا بنات. تحفة. شايفين اللون؟ واخدة اللون الجميل معايا ازاي؟ اللون ده موحد عشان انت كل شوية بتحركي الصينية وهي بتستوي. كل شوية بتحركي الصينية بتاعتك. تمام. عشان تاخد لون موحد. خلاص كده. حطيت شوية جوز الهند اهوت، حاجات خفيفة كده عشان برضو الاطفال وكده. وخلاص على كده اهوت زي ما انتوا شايفينها كده. احلى صينيه كنافه ممكن تاكليها، جميله جدا. يا ريت اكون وضحت لكم كل حاجه في الفيديو. وطبعا لو انت بتسويها في الفرن الغاز بتاخد برضو نص ساعه او تلت ساعه، يعني من تلت ساعه ونص ساعه، لانك انت هتهدي النار خالص عليها. وبعدين تطلعيها زي ما احنا قلنا كده. اول ما تاخد لون من تحت ولون من فوق بتروحي قلبها من الناحية التانية تبقى متساوية زي ما انتوا شايفين كده. تاخد لون من فوق تاني وخلاص على كده بتسيبها في الصينية زي ما انت شايفة، وبتسقيها في الصينية برضو. تمام. بنبدأ بقى هو بعدها بعشر دقايق كده او ربع ساعة. بتبدأي تعمليها بقى، تقطعيها اهو زي ما انت شايفة. طبعا هي كانت لسه سخنة وبتتقطع معايا بكل سهولة اهي زي ما انتوا شايفين. بتقطعها زي ما انت عايزة بقى، الشكل اللي انت عايزاه. تحفة يا بنات. جميلة جدا 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 جدا. قومي بقى اعمليها وقولي لي رأيك في التعليقات. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشجعوني بلايكاتكم كده يا بنات عشان انزل لكم فيديوهات الفترة الجاية. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. مع السلامة.